لما مرات باشا والي مصر وأم باشا أمير مصر لما تفكر تعمل لك سبيل، أكيد هتعمله مختلف عن كل الأسبلة اللي ممكن تشوفها في حياتك، وأكيد هتعمله بشيء مختلف من الروعة والجمال. بس قبل ما نبتدي الفيديو، حابب أوجه رسالة للحكومة المصرية إن السبيل ده يتنقل من مكانه، وهقول لك ليه يتنقل. يلا بينا. أهلا بيك يا صديقي مع أروع التحف الأثرية الموجودة في مصر وأروع الأسبلة اللي صنعت بحب، وإن ما كنتش ببالغ أروع الأسبلة والتحف المعمارية في العالم كله. أهلا بيك في سبيل السيدة زيبة قدرين بنت عبد الله البيضة، المعروفة بوالدة محمد علي الصغير ابن محمد علي باشا الكبير. السبيل اللي أنشئ سنة 1867 ميلادي و1286 هجرية، وأنشئ صدقة على روح ابنها الأمير محمد علي المتوفى عام 1861 ميلادية. أهلا بيك في التحفة المعمارية اللي تحولت في يوم من الأيام من سبيل وفندق للمغتربين إلى خمارة. وقبل ما أقول لك ليه هو تحفة معمارية أفضل من التحف اللي بناها زوجها محمد علي باشا، تعالى أقول لك ليه هو صنع بكل حب. الست الجميلة الشيك دي لما قررت تعمل سبيل صدقة على روح ابنها، قررت تعمل 3 لوحات مهمة على السبيل، منهم لوحتين من النحاس لو قريتهم هتعرف مدى العرفان والتقدير لزوجها وابنها. يلا بينا نقرأ كده. حليلة محيي قطر مصر محمد علي حليك العصر رب المحامد، ووالدة الشهم الأمير محمد علي أثيل المجد من خير والد، بنت لعباد الله في حب بعلها، وواحدها أنس سبيل المقاصد، فمن مائه الصافي كما شاء يرتوي بعافية في جسمه كل وارد، ويثني بإخلاص عليها فإنها بنت لإحياء نفس غاد ووافد، وسادت على أطرابها في زمانها بحث ثواب دائم متزايد، في دولة إسماعيل نالت من الراوي ثناء بتوفيق لخير المقاصد. وقد قال مجدي في بناها مؤخرا سبيل زيبة عذب سني الوارد. دي أحد اللوحات بس المكتوبة يا صديقي، في لوحة تانية ولوحة فوق كمان، مش عاوز أطول عليك، لكن واضح إن الست دي كانت جميلة قوي ورقيقة قوي لدرجة إنها اشترطت إن حتى مياه السقاية في السبيل تكون عذبة جدا، الوارد على السقاية ما يشربش أطعم ولا ألذ منها. مش بس كده، عملت السبيل لسقاية الدواب، والمسافرين كمان يقدروا يباتوا في السبيل كفندق. الاهتمام بروعة التفاصيل في السبيل ده يخليه من أفضل الأسبلة تاريخيا على الإطلاق، حتى من أفضل الأسبلة اللي عملها زوجها محمد علي باشا. وعملت حنفيات الشرب على شكل وش أسد منحوت، ممكن نشوف زيها في قصر الأمير محمد علي توفيق لكن من النحاس، والسبيل كله من الرخام، من أروع أنواع الرخام. وده أحد الأسباب اللي أنا اقترحت إن السبيل يتنقل بسببه. لك أن تتخيل إن سبيل زي كده كله من الرخام والنحاس والأخشاب المنقوشة تحفة جدا. هوريك عمود أو أفرجك على عمود معمول في القرن ال18، إحنا حاليا ما بنقدرش نعمله حتى مع ماكينات CNC. أول سبب من أسباب طلب النقل السبيل يا صديقي إن السبيل موجود على شارع الجمهورية في ميدان رمسيس، والمنطقة دي ما بقتش أثرية ومستهلكة بالكامل، وهوريك صورة لشكل السبيل قديما والمناطق المحيطة بيه. السبيل أصبح مدفون بين البنايات، كمان هو أصبح مستهلك من قبل المستخدمين، مش عاوز أقولك هو جنبه إيه. وفي فترة من الفترات اتفتح محلات لفترة قريبة، يمكن أنت لو عديت على ميدان رمسيس كنت شفتها، وفي فترة قديمة من الزمن شوية كانت فتح خمارة، إلى جانب إن في قطع من الحديد فعليا سرقت، وجانب كمان إن الرخام اتبهدل من عوامل الزمن أو عوامل التعرية بمعنى صح، ومن كتر البيبي، وده شيء لا يليق بالآثار المصرية يا صديقي. شكرا للحكومة المصرية اللي أمرت بإخلاء المحلات بالفعل، ونقل السبيل تاني لوزارة الأوقاف وتسليمه لوزارة الأوقاف، وإن شاء الله السبيل يترمم ويحافظ عليه أو يتنقل من مكانه لمكان أفضل، وده أمر معهود على الآثار المصرية إنها بتتنقل للمحافظة عليها. أشوفك على خير يا صديقي.